السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عروسة جديدة مقبلة على الجواز او لسه متجوزة يبقى الفيديو ده ليكي ولازم تسمعيه. في 5 حاجات لازم تعرفهم قبل ما تدخلي سنة اولى جواز. ليه فجأة بتحس انك مش فاهمة الشخص اللي كنت بتحبيه؟ وليه الخلافات بتزيد رغم الحب؟ وازاي مع اول صدمة بعد الجواز تعديها، تتعاملي معاها وتعديها؟ وامتى تسكتي وامتى لازم تتكلمي؟ طب وازاي تبني ثقة من غير ما تنهاري من اول خناقة؟ سنة أولى جواز دي هي أخطر سنة في العلاقات، لأنك بتتفاجئ بحياة غير اللي انت كنت متوقعها خالص. بتتفاجئ ببيت غير بيت أهلك، مع ناس طباعها مختلفة عن طباع أهلك، حتى في الأكل والشرب ونظام النوم وحتى في الروتين اليومي. طريقة الكلام وكل شيء يعني تعتبر مختلفة عن اللي انت عشتيه في بيت أهلك. شوفي مثلا انت عشتي عند بيت أهلك مثلا 23 25 27 سنة على سيستم ووضع معين وأسلوب معين، ففجأة تلاقيكي في دنيا مختلفة خالص مسافة يوم وليلة. فبتعوزي تأقلمي من نفسك من أول وجديد، يعني زي ما نعمل كده سوفت وير يعني. حتى جوزك تلاقي طباعه ظهرت على الحقيقة وعيوبه بانت، مش نفس اللي انت كنت شايفاه أيام الخطوبة، الشاب الجميل الرومانسي اللي بيجيب شلة ورد ودباديب والكلام ده كله. السنة دي إذا عديتيها بسلام ربنا هيكرمك في بقية حياتك إن شاء الله، لان السنة دي الزوجين لو وقفوا ضد بعض بيحصل لا قدر الله طلاق. طيب ايه اول سنة جواز؟ انك ما تتكلميش كتير، تخلي الجواب على قد السؤال وبس، لان كتر الكلام هيخليكي تغلطي وانت ما كانش في نيتك غلط، انت بتقولي كلمة عادية خالص وبحسن نية، بس هي عندهم الكلمة ديت غلط، فانت بتتكلمي بطبيعتك. طيب انت تعملي ايه بقى؟ يبقى الاحسن انك ما تكلميش الا الاجابة على قد السؤال وبس، وعايزاكي تكوني قاعدة مركزة واخدة بالك في تصرفاتهم لحد ما تحفظي طباعهم، تشوفي امتى بيفرحوا وامتى بيحزنوا وامتى بيهدوا وامتى بيتعصبوا وامتى بيتكلموا وامتى بيسكتوا، وتشوفوا ردود افعالهم وكلامهم. وتكوني برضك كل حاجة بتعمليها بحساب، وما تقارنيش نفسك بحد. تقوليش واحدة جوزها بيفسحها وبيجيب لها بيوديها وي 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 الكلام ده كله. خليكي في نفسك، انت ما تعرفيش فلانة اللي جوزها بيفسحها دي الله اعلم حياتهم من جوه عاملة ازاي، فما تاخديش بالظاهر بتاع الناس. اما يحصل خلاف بينك وبين جوزك ما تدخليش اهلك في الخلاف خالص، ولا اهلك، مش كل حاجة تحكيها لمامتك من اول كده. انتوا مع بعض كده اموركم هتتفك لوحدها كده والدنيا هتبقى جميلة وسلسة، مفيش مشكلة. امتى بقى تبلغي اهلك وتكلمي وتدخلي اهلك واهله؟ لا قدر الله لو حصل ضرب، لان الضرب ده ممنوع ومرفوض تماما. وبلاش الخصام الكتير، لان الخصام ده هيخلي فيه جفا ما بينكم وبين بعض. وبلاش تعندي وبلاش تعملي تحدي، لان العناد مش هتاخدي من وراه حاجه خالص، ده انت بالعكس يعني هتفقدي انوثتك من غير ما تحسي، انت بتخسري في لحظه العناد ما بتكسبيش. فما تخليش واقفه قصاد منه الند بالند، يعني كلمه قصادها كلمه وكده، انوثتك هتروح منك من غير ما تحس خالص. افهميه وخليكي ذكيه، هو محتاج التقدير والاحترام والهدوء، اذا عملت كده هو هيديك الحب والاهتمام والامان. فكل فعل يا حبيبتي وله رد فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، يعني الراجل برضك يكون رحيم بزوجته مثلا كده كويس ويساعدها، مفيش اي مشكله خالص. وربنا يجعل السكينه والطمأنينة وراحه البال والموده والرحمه تبلى يا رب بيوتكم وبيوت المسلمين اجمعين يا رب. فلازم كل واحد فيكم يراعي شعور التاني ويراعي حالته النفسيه، ويخلي ما بينكم جلسه حتى لو اسبوعيه كده للكلام والمصارحه، وتحافظوا دايما ان يكون في كل يوم كلام طيب ما بينكم وبين بعض. وعيشوا في هدوء وعلموا بعض وساعدوا بعض. اللي نجحوا في الجواز ما كانوش ملايكة، بس كانت ناس قررت ان هم يصبروا على بعض. لازم يكون في صبر، انتوا اصبروا عليه وهو يصبر عليكي، وحبوا بعض بجد. حبيتوا بعض بجد ده هتتغاضوا عن حاجات كتير قوي، عن عيوب في بعض. يعني مثلا انت بتحبيه خلاص، فيه عيب معين ممكن يعني تتلاشي العيب ده خلاص. حاولت انك تغيري في طبعه او تغيري العيب اللي عنده ده، اهلا وسهلا. لقيته هو كده ونظامه كده، خلاص عيش على كده وخلاص. هو سبحان الله ما فيش بني ادم كامل، انا في عيوبي وانت فيك عيوبك وهو في عيوبه، كل انسان له عيوبه، الكمال ده لله سبحانه وتعالى. وفي البشر محدش كامل الا محمد صلى الله عليه وسلم. فانت ما تقارنيش بقى، ما كنتش عايزاه اللي هو يعني سيستم معين وعايزاه كل حاجه في حاجه واحده، لا. هو تاخديه بحلو وبمر، مفيش واحد يعني كامل الاوصاف زي ما بيقولوا. فانتوا حاولوا تصبروا على بعض، اهم شيء السنه دي لازم يكون فيها صبر ولازم يكون فيها احتواء،
ومحدش يعرف اسراركم خالص. دخلت شقتك بابك اتقفل عليكي، محدش عارف ايه اللي حصل جوه. بقيتوا مع بعض في خلافات، في كلام، في رأي، في كلام من ده، لا يعني لقيتيه واقف جامد قوي، لا ارجعي انت مثلا ورا في الوقت ده، ما توقفيش قصاد بقى كلمه قصادها كلمه، لا ده انا اللي رايي صح، ده مش عارفين ايه، فاكر ايام الخطوبه ومش عارفين. بلاش الحاجات دي، لان هو مش هيفتكر ايام الخطوبه خالص يعني. عشان ما تتعبيش نفسك يعني، وتفكري نفسك بالخطوبه كل شويه. هم ركبوا بيتجوزوا بينسوا ايام الخطوبه دي خالص يعني، تحس انهم كانوا عايشين في حلم او في وهم كده. فما تعيشيش نفسك الوهم والحلم بتاع زمان ده. فعيش الواقع بتاعك وارضي بالواقع بتاعك. طالما ان هو ما بيقولش كلام وحش، طالما ان هو ما بيمدش ايده، يبقى خلاص محدش يعرف عنكم حاجه. الخلافات البسيطه دي بينكم وبين بعض تحلوها، وربنا ييسر لكم حياتكم يا رب، وتعيشوا احلى ايام، وتشوفوا اولادكم كده مالين عليكم حياتكم ان شاء الله. اتمنى الفيديو عجبكم انكم تشاركوه عشان حد تاني يسمعه ويستفاد منه، وتعملوا لايك كده عشان الفيديو يترفع. متنسونيش في التعليقات واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.